ريال مدريد ضد أتالانتا، مباراة مصيرية في دوري أبطال أوروبا 2024-2025. في ليلة حافلة بالتوتر والتحدي، يستعد ريال مدريد لمواجهة صعبة ضد فريق أتالانتا الإيطالي في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. المباراة تحمل أهمية بالغة للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق هدفه في البطولة الأغلى أوروبياً. موعد المباراة وأهميتها: ستقام المباراة يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 9 بتوقيت المغرب تونس الجزائر، 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب جيويس في مدينة بيرغامو الإيطالية. ريال مدريد الذي يحتل المركز الرابع في مجموعته برصيد 6 نقاط فقط، يحتاج إلى الفوز بأي ثمن للحفاظ على آماله في التأهل. في المقابل، يسعى أتالانتا الذي يحتل المركز الخامس برصيد 11 نقطة لتحقيق انتصار يؤمن له بطاقة التأهل المباشر إلى دور ال16. وضع ريال مدريد قبل المواجهة: ريال مدريد يعاني من فترة صعبة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. بعد خسارته الأخيرة أمام ليفربول بنتيجة 2-0، أصبحت الضغوط على كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي كبيرة. الفريق الملكي تمكن من الفوز في مباراتين فقط خلال دور المجموعات، وتعرض ل3 هزائم، وهو ما وضعه في موقف حرج يتطلب حصد النقاط ال3 في هذه الجولة الأخيرة. مشاكل الفريق: الهجوم المتذبذب رغم وجود أسماء لامعة مثل كيليان مبابي وجود بيلينجهام، إلا أن الأداء الهجومي لم يكن على قدر التطلعات. الدفاع المهتز: استقبال الفريق لأهداف في مباريات حاسمة أضعف فرصه في التأهل المبكر. الإصابات: يعاني ريال مدريد من غيابات مؤثرة في تشكيلته، مما أثر على أدائه في المباريات السابقة. أتالانتا خصم لا يستهان به. أتالانتا بقيادة مدربه جيان بيرو غاسبريني يقدم أداء رائعا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. الفريق الإيطالي يتميز بالصلابة الدفاعية والهجمات المرتدة السريعة. في آخر مباراة له، حقق أتالانتا فوزا كبيرا بنتيجة 6-1 على يونغ بويز، مما رفع من معنوياته قبل مواجهة ريال مدريد. أبرز نقاط القوة: هجوم قوي ومتوازن، يعتمد الفريق على لاعبين مميزين مثل لوكمان ودي كيتيلاري. دفاع منظم، لم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط في البطولة. الأداء الجماعي، الفريق يعتمد على العمل الجماعي وليس الفرديات، ما يجعله خصما صعبا. التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد أتالانتا: حراسة المرمى تيبو كورتو، الدفاع فران كارسيا، روديكر، تشواميني، لوكاس فاسكيز، الوسط فالفيوردي، مودريتش، بيلينجهام، الهجوم كيليان مبابي، إبراهيم دياز، أردا كولر. التشكيلة المتوقعة لأتالانتا ضد ريال مدريد: حراسة المرمى كارنيسكي، الدفاع إسحاق هي، ديميستي، كولاسيناك، زاباكوستا، الوسط دي كيتيلاري، روجيري، إيدرسون، الهجوم لوكمان، ريتيجوي، دي رون. التوقعات للمباراة: ريال مدريد يحتاج إلى تقديم أداء هجومي قوي واستغلال خبرة لاعبيه مثل مبابي وبيلينجهام لتحقيق الفوز. الضغط الهائل على أنشيلوتي قد يدفعه لتغيير خططه التكتيكية واعتماد أسلوب أكثر حذراً. أتالانتا سيعتمد على أسلوبه المميز في الهجمات المرتدة واستغلال أي أخطاء دفاعية لريال مدريد. دفاعه القوي سيصعب مهمة اختراق شباكه. رسائل الجماهير والضغوط على الفريقين: جماهير ريال مدريد غاضبة من أداء الفريق في البطولة وتطالب بتحقيق الفوز في هذه المباراة المصيرية. على الجانب الآخر، جماهير أتالانتا متفائلة بقدرة فريقها على تحقيق مفاجأة والتأهل المباشر. القنوات الناقلة للمباراة: ستبث المباراة حصريا على شبكة قنوات بين سبورتس HD1، وهي القناة التي تمتلك حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتولى التعليق على المباراة المعلق الشهير عامر الخوذيري. في هذه المباراة المصيرية،
ستكون الأنظار موجهة نحو ملعب جيويس لمتابعة واحدة من أقوى مواجهات الجولة السادسة، ريال مدريد الذي يسعى لتصحيح مساره الأوروبي في مواجهة أتالانتا الذي يطمح لمواصلة مشواره الرائع. ترقبوا الإثارة والتشويق في هذه المواجهة التي قد تقلب موازين البطولة. من تتوقعون أن يحقق الفوز؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من التحليلات والمباريات القادمة.